مين فينا ما سمعش عن كتاب العادات الذرية؟ طبعا كان نفسك تقراه بس ما بتحبش تقرا. كان نفسك تعرف اللي جواه بس برضه ما تحبش تقرا. بتحس بملل في القراية، تحس ان انت ساكت مش عارف ايه. فوفرت عليك القراية، وهقول لك الحاجات اللي استفدتها منه. بس ده ما يغنيش ان انت لازم تقرا. القراية مهمة، بس فهنقول لك اللي استفدت منه. 5 حاجات استفدتها، مش فاكر 5 ولا 4 الصراحة، بس أقول لك الحاجات اللي استفدتها من كتاب العادات الذرية. قبل ما نبدأ نصلي على النبي، نذكر الله، ندعو لنفسنا وليكم إخواتنا المسلمين، ندعو للناس كلها. أول حاجة استفدتها منها إن التغيرات البسيطة هي اللي هتعمل نتائج كبيرة. يعني إن أنت كل يوم تصحى الصبح هتشوفها في نفس اليوم، مش هيفرق أنا صحيت الصبح، بس مع الوقت هتلاقي نفسك أنشط، تلاقي نفسك مخك يبقى أحسن. مش عارف اللي جاب المخ للصحيان بدري، بس في حديث بيقول بورك لأمتي في بكورها، يعني ربنا يبارك للي يصحى بدري. فأنت شايف إن الصحيان بدري حاجة خفيفة، بس هي مع الوقت هتبقى حاجة كبيرة، هتبقى سبب في التغيير بتاعك. الناس هتبقى نايمة، انت صاحي بدري، انت عندك ساعات اكتر، استفدت اكتر. لما تصحى الصبح هتلاقي الساعة اللي هتذاكرها، الساعة اللي هتشتغلي زي 6 7 ساعات. فتغييرات بسيطة هتعمل نتائج كبيرة مع الوقت. ما تبصش للحاجة البسيطة اللي بتعملها دلوقتي، بص بعدين هتلاقي الحاجة البسيطة بقت أكبر. وهديك مثال على الكلام ده. صخرة بيقع عليها نقط مية، مع الوقت النقط عملت حفرة كبيرة. نفس الفكرة، حاجات بسيطة تعمل تغيير كبير، بس بعدين مش دلوقتي. تاني حاجة، النجاح مش صدفة، النجاح ناتج لعادات يومية. شغل انت كل يوم بتشتغله، النهاردة بكرة بعده، ما بتبطلش. ممكن النهاردة تشتغل بنسبة 70%، بكرة ممكن 20، بس انت مكمل. ما وقفتش عند نقطة وقفت عندي، لا مكمل. النهاردة بكرة كده كده هنشتغل، مش هنقف. فالنجاح ناتج لعادات يومية. مفيش حاجة اسمها هتيجي عند نقطة معينة وتقف، لا، كمل مكمل لحد ما توصل. وما وصلتش اديك عملت اللي عليك، فهتيجي بعدين ما تندمش. خليك فاكر ان كل الانجازات وكل النجاحات الكبيرة بدأت بداية بسيطة. مايكروسوفت بدأت من جراج، وانت عليك تاخد بالاسباب مش النتيجة. النتيجة بتاعت ربنا، بس احنا علينا نسعى وخلاص. اعمل لنفسك نظام مش هدف. بمعنى انت عندك سيستم كل يوم هتعمل، ما عندكش هدف معين. الهدف اول ما تحقق خلاص مش هتعمل حاجة تاني. انما النظام هتحقق هدف واثنين وثلاثة واهداف، وهتعدي الهدف اللي انت كنت حاطه. فاعمل نظام لنفسك، سيستم. ما تحطش اهداف، حط هدف فوق هدف فوق هدف، بس ما تحطش هدف ده النهاية. انت ليك سيستم معين، كل يوم هتصحى تتعلم، تدوس تدوس وتكمل وتكمل وتكمل، تلاقي نفسك نجحت. لما تحط نفسك ان انت عايز تشتغل في شركة، طب بعد ما اشتغلت في شركة، لما انت ممكن تترفد تاني يوم، خلاص انت حققت الهدف بتاعك ان انت بقيت في شركة، فمش هتطور من نفسك، هتترفد. انما انت لما تحط نفسك سيستم، مع الوقت عملت انترفيو، دخلت في شركة مش عارف قليل، احسنت نفسك، طورت، دخلت شركة مجلس إدارة. فحط نفسك سيستم يعليك ويطورك كل يوم عن اللي قبله. بس لو حطيت لنفسك سيستم، النتيجة كده كده هتيجي، النتيجة كده كده هتيجي حتما. طالما انت ماشي هتوصل، بس عارف انت عايز توصل فين. ولو مش عارف توصل، في اي طريق هيوصلك، بس مش هتوصل للي انت عايزه. عايز تفهم لعبك، بس اللي فهمني هيفهم انا قلت ايه. وما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في التغييرات، لو حاسين بأي تغير في الفيديوهات. اكيد في تغيير يعني، والزمالك قلبي يا عم. وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتبقى احسن 100 مرة من دي، التطور، المحتوى اقيم، افيد، انجح. بس وادعموني يا جدعان عشان نكمل يعني. ادعم اللايك مش هياخد منك دقيقة، ولا الكومنت هياخد منك اي حاجة، بس هيساعدني ان انا نكمل وننشر فيديوهات اكتر. بس أذكركم تاني نصلوا على النبي وادعوا لي وادعوا لكم. الدعوة مش هتاخد دقيقة معاك، بس ربنا هيستجاب إن شاء الله. بس سلام.